لو جربتوا تعملوا الكوردون بلو بطريقتي لا يمكن هيفشل معاكوا تاني، طعمه لذيذ ومتماسك كده زي ما انتوا شايفين ومناسب كمان للعزومات. اول حاجه فرمت صدور فراخ في الكبه وحطيت عليها التوابل ملح وفلفل اسود ومرقه دجاج فوريه وبصل باودر وتوم باودر وبابريكا. خلطت بقى كل التوابل دي كويس جدا مع الفراخ، واهم حاجه نعجنها كويس جدا ونخليها في التلاجة بقى لمده نص ساعه قبل ما نشكلها. بعد كده حطيت بس دهنة بسيطة من الزيت كده في ايدي قبل ما اشكلها عشان الفراخ بتكون استيكي في الوقت ده، وخدت منها بقى اول كمية شكلتها كورة كده علشان اقدر افردها كويس، وبعد كده على كيس بلاستيك او ستريتش راب بدأت ان انا افردها شكل دائري. اهم حاجة خلوها متساوية ورفيعة عشان تتأكدوا من التسوية بتاعتها وقت القلية. حطيت بقى الحشوة، واول حاجة حطيتها ميكس الجبن ده شيدر وموتزاريلا وشريحة من التركي المدخن او الروز بيف. علشان اقفلها بقى مسكت الطرف التاني من الكيس البلاستيك ده وبدأت ان انا اقفلها نص دايرة زي ما انتم شايفين كده بالظبط، وهنقفلها بقى بنفس طريقة تقفيل الفطاير كأننا بنقفل عجينة بالظبط. هنقفل الأطراف كده ونتنيها لغاية بقى ما نتأكد إن الجبن دي لا يمكن تخرج منها وقت القلية خالص. وشكلت كمان بقية الكمية تقريبا بنفس الحجم كده. وخطوة أساسية بقى بعد ما نخلص تشكيل كل الكمية ندخلهم في الفريزر مدة ما تقلش عن نص ساعة. جهزت بقى للتغطية، حطيت طبعا بيض وحليب وملح وفلفل اسود وخفقتهم، والخليط البودر ده عبارة عن دقيق وبقسماط وفيجيتار سبايسي وفيجيتار عادي. الخليط ده يا جماعة بيدي طعم حلو قوي للكفرنج حتى للبانيه كمان. وهنا بقى خرجت الفراخ على طول من الفريزر وحطيتها على طول في خليط البيض والحليب وحطيتها في البقسماط. حاولوا بقى في الخطوة دي تضغطوا بالراحة شوية علشان الجبن ما تخرجش خالص من الفراخ. وبعد كمان ما هخلص كل الكمية بالتغطية دي هدخلها تاني الفريزر لمدة كمان ما تقلش عن نص ساعة. الخطوة دي هتخليني متأكدة ان الفراخ هتكون متماسكة وقت القلية. في زيت غزير بقى وعلى درجة حرارة عالية قليت كل القطع دي، مش هتاخد وقت كتير عشان تاخد لون، وكمان هنا الفراخ اصلا مفرومة فالتسوية هتكون مضمونة معاكم. تقدروا بقى تقدموه مع اي نوع باستا، وممكن بقى جنبه فرايز او ماش بوتيتو. متأكدة انكم لو جربتوه بالطريقة دي هيعجبكم وهتعتمدوه كمان في اي عزومة. هستناكم تجربوه بطريقتي وتقولوا ايه رأيكم.